النهارده تاني يوم ليا في البرنامج ده، وحرفيا جربت حاجه حسيت ان انا ضيعت 3 سنين من عمري على الفاضي. مبدئيا بس عايز اوضح حاجه، وان ده تاني موديل اعمله، بس مش ده الحاجه اللي انا جاي اكلمكم فيها. الحاجه اللي انا عايز اوريها لكم ان بص، لو جيت عملت زوم هتلاقي ان هنا التوبولوجي بايظه، وهتلاقي ان اصلا التوبولوجي نفسها او المش نفسه تقيله قوي على البرنامج ده. طبعا لو انت عملته على بلندر هيديك واحده سلام عليكم، وهيعمل كراش طبعا ومش هتشوفه تاني. بس هنا بقى غير ان البرنامج نفسه مستحمل الكارثه دي، في حاجه تانية احنا ممكن نعملها، وان احنا لو جينا هنا ودوسنا دوسه طويله هنا كده، ونزلنا تحت لحد ما نلاقي اوبشن اسمه ريمش، وسحبنا الموديل بتاعنا حطيناه جوه ريمش. انا عايزك بس تشوف اللي هيحصل دلوقتي، بس نديله دقيقه يا حمد. طيب ده اللي حصل زي ما انتم شايفين، التوبولوجي اتظبطت بقت كلها كوادز، وكمان الدنس بتاعها خف، يعني هي بقت اخف على الجهاز. فيعني ممكن اي حد بيستعمل سينما 4 دي هو خلاص اتعود على ده، بس انا بالنسبه لي انا عشان انا جاي من بلندر، فدي ادون انا بدفع عليها فلوس عشان اعملها، وفي الاخر بتاخد وقت اطول بكتير من لما سينما بيعملها، وغير انها ما بتطلعش برده بنفس الشكل ده. وخلي بالك انا لسه النهارده تاني يوم ليا على سينما، يعني لسه الله اعلم على ما نوصل يوم ال 30 ممكن نكتشف ايه تاني. فلو حابب ان انت تعرف معايا، انا لسه برده بكتشف زيك. لو حابب تكتشف معايا ايه المختلف بين سينما وبين بلندر، فانا بنزل كل يوم اهو اللي انا بتعلمه في سينما، وبقارنه ببلندر بحيث ان انا اعرف انهي احسن في الاخر، او يعني ايه المميز في ده وايه المميز في ده. فلو انت مهتم بحاجه زي كده ما تنساش تعمل فولو وتشوف بقى الفيديوهات اللي هتنزل كل يوم.